البركة بنتك، قديش عمرها ام حاتم؟ فوق ال20 بسنة واحدة. الله يستر عليه ويبعت نصيبها يا حق. يعني شو ام بهجة؟ بصراحة لا تنتقديني بهالكلمة ام حاتم، بنتك كبيرة على ابني. أنا ابني من كم يوم يا دوب فات ال24 سنة، وأنا إذا بدي آخذ له باخذ له وحدة يا دوب تصغر ب4 5 سنين، وأنا ماني رايدة أطلع من عندك وإيدي فاضية لأني كتير كتير حبيتكم، وبشرفني نسبكم هلا وبعدين. هو في عندي روحي ورجيها ابتكار ام حاتم، روحي. بس افتكار أصغر من حميدة يا أم زكي. هذا أنا طلبي أم حاتم. قومي ام حاتم، لا تقطعي بنصيب البنت، خليها تفوت بدون ما تضيف قهوه لام بهجة. لك قومي شو بدها؟ ايه تقبريني، قومي خليها تفوت، أنا ما بدي غير شوف أشوف، يعني على سلامتكم بعرفكم شو مربيين وشو مربي إيديك يا أم حاتم. طيب، عن إذنكم. إذنك معك تقبريني. شو ليش ما رضيتي الحميده؟ البنت كبيرة على ابني يا أم زكي. إيه شو كبيره، سبحان الذي خلقها، والله باينه عمرها 15 سنه. بس يا أم زكي. ايه شوفي العقيد ابو شهاب ما رضي ياخذ الا الكبيره، وسعاد خانم لو طلبت الصغيره لعطوها اياها دغري. والله أنا هيك بدي يا أم زكي. ايه تصطفلي لك الله يسهل، بس ابوها ما رح يوافق قبل ما تتجوز اختها حميده عيني. يوه شو هالحكي؟ ايش الشغلة بالدور ولا بالزور؟ لا حبيبتي بعرف انه الشغله نصيب. ايه خلص يا عم زكي، إذا في نصيب أخذنا، ما في بكون ما في اسمه. فوتي سلمي عليها واطلعي. ايه يا نور، ولا تتلبكي؟ ام بهجت كثير حبابك. يلا يا نور، يلا. حاضر يا نور.